اجواء الكريسماس من بافاريا. يا صباح الخير او مساء الخير في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. النهارده الدنيا مقلوبه، مش النهارده بس، ده بقالها فتره كده مقلوبه بسبب ان الكريسماس خلاص قرب، والكريسماس بيبقى لازق فيه راس السنه، والايام اللي احنا فيها دي عموما بتبقى ايام اجازات عامه في المانيا كلها، يعني علشان الاحتفالات اللي بتحصل اليومين دول، وعلشان كمان الناس يزوروا عائلاتهم. دلوقتي انا قدامي اختيارين علشان اروح وسط المدينه، في الطريق اللي ورايا ده وفي الطريق ده. انا كنت جاي من هناك هنا، المفروض ان انا بقى همشي لحد اخر الشارع ده، ولما اخلص الشارع ده يبقى انا كده في وسط المدينه جوه. شايفين الليدات اللي فوق دي يا شباب؟ دي بتنور بالليل على شكل ملاك، بتدي شكل جمالي جميل جدا بالليل. هنلاقيهم بقى عاملين على كل اللمبات اللي موجوده في الشارع موضوع الديكور بتاع الكريسماس ده، وهنلاقي الليدات دي بقى على امتداد الشارع كله. انا عن نفسي بعشق اقضي الاحتفالات دي في مدينه نورنبرج، لان مدينه نورنبرج تعتبر من اشهر المدن في المانيا اللي بيكون فيها الاحتفالات بالشكل ده، وبيكونوا مهتمين جدا بكل التفاصيل. تعالى دلوقتي اوريك انا قصدي ايه. شايفين يا شباب جمال الكوخ اللي هناك ده، ووراه منظر البيوت بالشكل التراثي الجميل ده. مدينه نورنبرج بقى دايما فيها الطابع الاثري ده، لو انتوا شايفين ان المدينه ليها طابع مختلف عن باقي المدن الالمانيه. بيبقى فيه نظام الوقفات دي كل كام متر في المدينه، تلاقي الوقفه اللي هناك دي علشان لو الدنيا بتمطر تبقى انت واقف محمي تحت الخشبه اللي هناك دي. طبعا عاملين عليها ديكورات في كل مكان، ومن جوه عاملين جو جميل بالاضاءات، ودي شجره كريسماس صغيره على فكره، مش ديكور حقيقيه، وحاطين طفايات للناس المدخنين، وهنا باسكت جميل عالم مصغر كده. تيجي هنا تطلب مشروبك تاخده، وتيجي تقف هنا، تيجي بقى تاخد مشروبك ده لو هم عندهم مشروب حلال، قهوه مثلا او اي مشروب تاني، وتيجي تقف هنا تبقى شايف المدينه قدامك لكنك مثلا واقف بتتفرج على فيلم. هوريكم دلوقتي المنظر علشان تتخيلوا كل حاجه بالظبط لكنكم موجودين هنا. يبقى انا واقف هنا والمدينه هناك اهي، تبقى واقف هنا شايف المدينه كلها يعتبر بشكل بانورامي، بتبقى شايف كل حاجه بقى حواليك بتحصل من نشاطات. في نص بقى المدينه وانت ماشي هتلاقي العجله الجميله اللي ورايا دي، العجله اهي، والناحيه الثانيه هتلاقي الطفطف اللي واقف ورايا ده. هشرح لكم فكرته ايه. لو انتوا فاكرين من سنتين عملت فيديو يعتبر في نفس المكان هنا، وكان برضو الطفطف ده موجود. ايه رايكم يا شباب لو اخدكم واخليكم تجربوا الطفطف؟ هحاول اخليكم تعيشوا الاجواء وتشوفوها لكنكم هنا بالظبط. ده دبي فريم الغلابه، تعالوا اخدكم ونخش منه. هروح عند المكان اللي هناك ده اللي موجود فيه الطفطف. اخر مره انا كنت هنا من سنتين، والسنه اللي فاتت ما عملتش الموضوع ده. الطفطف ورايا اهو. اديتني السماعه دي علشان اوصلها هنا واسمع باللغه اللي انا عايزها، علشان لو انا مش بتكلم الماني. ما اعتقدش ان انا هحتاج ان انا اوصل السماعه، الحمد لله. اي يو اكس مش قديم شويه ده، دلوقتي المفروض يوزعوا علينا ايربودز، وهنا كاتبين شويه تعليمات المفروض يعني الناس تلتزم بيها. هو دلوقتي واخدنا وبيفرجنا على المدينه، وبيعرفنا على كل المعالم اللي موجوده في المدينه. نورنبرج مدينه بتجمع بين سحر العصور الوسطى ونبض الحياه العصريه. هتبدأ مغامرتك بين القلاع اللي بتحرس المدينة من فوق، واحدة منهم قلعة نورنبرج اللي بتحكي حكايتها عن الأباطرة والفرسان الألمان زمان، والأماكن هناك هتلفت انتباهك بمناظرها وتفاصيلها، وعلى شكل الأبراج اللي موجودة على القلاع اللي كانت بتكشف أي زاوية من المدينة. ده غير كمان إن القطر بياخدك ما بين شوارع مرصوفة بالحجارة القديمة، ده غير إنه بياخدك للساحات الشعبية القديمة هناك، ده غير طبعا الأسواق الألمانية التقليدية اللي كلها مليانة تفاصيل وتقاليد عريقة بتعرفك اكتر عن ثقافة الألمان وازاي الناس دي كانوا عايشين حياتهم قبل كده. حرفيا جولة واحدة في مدينة نورنبرج ممكن ترجعك شوية لأيام العصور الوسطى، وفي نفس الوقت بتحسسك بمستقبل ألمانيا الواعد. مدينة من المدن اللي انت لازم تزورها لو انت عايش في ألمانيا. أحلى حاجة بقى في الطفطف اللي هو جاي كله بانوراما، كله إزاز في إزاز، علشان تبقى شايف كل حاجة حواليك حتى فوقيك. طول ما الطفطف ده ماشي ما ينفعش تنزل منه غير لما يرجع بيك تاني من نفس النقطة اللي انتوا اتحركتوا منها. مفيش جو على جنب يا اسطى نزلني هنا والكلام ده. وصلنا الحمد لله يا شباب بعد ما اتفرجنا على كل معالم المدينه. انا مش محتاج السماعه دي وما استخدمتهاش، اروح اديها للست بدل ما ارميها، حرام بستحرم انا الحاجات دي. bitte شو gebraucht براوكس مش فيلن دانك ايه جرنا مع السلامه يا طفطف. خدكوا انا بقى دلوقتي يا شباب ونروح كده في الاتجاه ده، مش هقول لكم انا هوديكم فين، هخليها مفاجاه. تعالوا بقى دلوقتي هاخدكم واروح مكان هيعجبكم جدا. احلى وقت في السنه واحلى ايام في السنه تنزل الشارع فيها، وهي ايام زي اللي احنا فيها حاليا دلوقتي دي، لان بتلاقي في بهجه في الشوارع، بتلاحظ ان الناس مبسوطه واخدين اجازات من الشغل واخيرا نزلوا يخرجوا ويتمشوا ويروحوا ويجوا. دلوقتي يا شباب واقف في نص الميدان، الميدان ورايا اهو شبه ميدان امستردام شويه، بس وانا واقف هنا ده لفت نظري الترومبه اللي هناك دي، فقمت جاي وقفت جنبها كده وقعدت اتامل فيها شويه. لقيتهم كاتبين هنا الميه دي مش
مش للشرب، المفروض اللي هي تنزل ميه. المفروض ان دي مش ميه شرب، علشان لو حد شاف البتاعه دي في اي وقت ما يملاش منها ازازه ميه ولا حاجه. بس ده مش موضوعنا، ده مش موضوعنا خالص. موضوعنا بقى اللي انا كنت واقف هنا عمال اسال نفسي طب ليه هم حاطينها هنا طالما هي مش ميه شرب؟ وانا واقف عيني جت كده على الناحيه دي، بص هنا كده لقيت لك المنظر الغريب ده، لقيت لك الشيطان ده ماسك الملاك الطفل الصغير ده وخانقه وبيعذب فيه. الله الله الله، اللي انا شايفه ده بجد ولا ايه؟ لقيت فعلا ان ده شيطان ليه قرنين وده ملاك طفل صغير، والشيطان ماسكه من رقبته خانقه. المشكله بقى مش في الشيطان ولا في الملاك ولا في ترمبة المية اللي مش صالحة للشرب. الفكرة بقى ان التمثال بتاع الشيطان اللي بيعذب الملاك ده موجود فين بقى؟ من اكبر واشهر الكنائس اللي موجودة هنا في بافاريا كلها، والترومبة موجودة اهي بالتمثال اللي عليه الشيطان اللي بيعذب في الملاك. وادي منظر الكنيسة. فانا محتاج تفسير بقى، حد يقول لي الشيطان ده ماسك الملاك وبيعمل فيه كده ليه؟ تصدقوا يا شباب انا بقالي 3 سنين بعدي من قدام المكان ده مفيش ولا مره لاحظت التفصيله الصغيره دي. الكاتدرائيه ورايا اهي، اروح بقى اتفرج على التماثيل اللي ورايا دي من قريب واشوف يمكن الاقي تماثيل غريبه تاني. نكمل بقى طريقنا للمكان اللي انا عايز اوريه لكم. عند مدخل اي حاجه بقى هتلاقيهم عاملين ديكورات. شايفين الناس ورايا قد ايه ما شاء الله النهارده في الشوارع، وما شاء الله الناس مبسوطين وعماله تهزر مع بعض. حاسب يا حماد فاضل حوالي 600 700 متر على المكان اللي انا رايح. لحد ما اوصل هناك هصور واشارك معاكم اي حاجه انا بشوفها. الكواخه اهي تاني، كل حاجه بقى متزينه بالديكورات يا شباب. وكمان عاملين فكره البراميل دي زي الطقطوقه كده، تحط عليها مشاريبك وحاجتك. انا عايز اقول لك ان المدينه كل ما بتليل اكتر بتحلو اكتر، الاضاءات والتفاصيل بتبان اكتر، واجواء الكريسماس بتبقى في كل مكان. في الصبح بتبقى جميله برضو بس مش بتبقى باينه زي بالليل. هوريكم كمان شويه انا قصدي ايه. انا هحاول افضل في المكان لحد ما الدنيا تليل علشان اوريكم المنظر هيبقى عامل ازاي، وعلشان يبقى انتوا كمان شفتوا المنظر الصبح وبالليل. المكان ورايا اهو يا شباب، مستعدين؟ يلا بينا. هنا المكان ده يا شباب بيبيع كاكاو وبيبيع بيرة برضه. ما علينا هو بيبيع ايه. انا عايزك بس تبص على المنظر الخيالي ده. عايز اقول لك ان فوق في قاعده، يعني في ناس دلوقتي قاعده فوق شايفه كل المنظر الجميل ده فوق الكوخ الصغير ده. اتفرجوا بقى يا شباب على جمال التفاصيل. لو حد عايز يطلع فوق، القاعده اللي انا قلت لكم عليها اللي فوق دي قاعده خيال، بتبقوا شايفين كل الكلام ده من فوق. انتوا بتطلعوا منين يا جدعان؟ مش عارف بيطلعوا الطلعه اللي فوق دي ازاي الصراحه. كل البيوت الخشبيه والكواخ دي بتتفك وبتتركب. الجميل جدا كمان في المكان وهو موضوع التندات زي اللي انا واقف عندها دي كده، لان اوقات الجو بيقلب والدنيا بتمطر، فبيبقى في فرصه ان الناس تتدارى في مكان لحد ما المطره تهدى شويه علشان يقضوا يومهم من غير ما يتبهدلوا. الاجواء بدات تليل يا شباب وجمال المكان بدا يظهر اكتر، وهو ده اكتر وقت انا مستنيه علشان نستمتع بالتصوير وعلشان ناخد احلى لقطات اشاركها معاكم ان شاء الله. الالوان هتبدا بقى تبان بكل درجاتها، وهنبدا نلاحظ ان الشجر كله متلون. هنا المكان ده مخصص اللي هم يركنوا فيه عربيات البيبيهات زي ما هو مكتوب هناك. المنظر من فوق بيبقى خرافي، حاجه فوق الخيال. عايزين تشوفوا المنظر من فوق؟ تعالوا علشان محدش يقول ان انا حارمكم من حاجه. انا في العادي مش بخاف من المرتفعات الحمد لله، بس مش عارف ليه الساقيه دي بالنسبه لي فيلم رعب. بالذات الكابينه لما بتطلع فوق بتفضل تتهز كده زي ما يكون فانوس متعلق. الواحد بقى بيفضل يجي في دماغه سيناريوهات الافلام اللي كان بيتفرج عليها وهو صغير. انا عايز اقول لكم ان انا مطلع الكام من مكان اصلا غريب اللي هو المكان الصغير ده للتهويه. انا مطلع ايدي كده وبصور لكم، فلو الكام وقعت بقى يا شباب جمعوا هاتوا لي واحده غيرها علشان انا بصور الفيديو ده علشانكم. القبه دي بنشوفها احنا من تحت، دلوقتي احنا يعتبر فوق جنبيها. الله رايح فين يا عم؟ ده ياخدنا لفه تاني يا شباب، ده الموضوع كبر قوي، الموضوع كبر قوي وكده هندوخ. تعالى يا احمد. البلكونه هي يا شباب اللي انا قلت لكم عليها من شويه. شايفين انتوا البلكونه اللي فوق دي؟ قاعده خرافيه. كنت انا واقف تحت من شويه وبصور لكم كل التفاصيل دي. دلوقتي انا فوق وبنتفرج على التفاصيل تحت مني. هو في حاجه ولا ايه؟
البتاع وقفت ليه في الهوا كده؟ اتمنى ان دي تكون اللفه الاخيره وان انا انزل المره دي. اول لما انزل من هنا هاخدكم ونكمل طريقنا. الطفطف اهو يا شباب اللي احنا كنا راكبينه من شويه، لسه واخد الناس وعمال يلف بيهم في المدينه، وده زي باص لندن كده ماشي ورا الطفطف بيفرجوا بقى السياح على المدينه. وهنا العلم بتاعنا اللي احنا فيه، ده غير انه قدام هنا في علم تاني اصلا. حاليا الوضع في المانيا كلها نفس الكلام ده، كل مدن المانيا كل مدينه بقى بيبقى ليها الطابع واللمسه بتاعتها. الاشجار كلها نورت والليدات اللي عليها بدات تبان علشان الجو ليل، كل الاضواء بقى هتبدا تبان، المنظر هيبقى خرافي كمان شويه. هو لسه الدنيا ما ضلمتش بشكل تام، لسه في ضوء طالع. اللي هناك ده بار يا شباب، بس اطلع معايا فوق كده، بص الساقيه الجميله دي. كل ما الدنيا هتليل اكتر كل ما جمال المدينه وتفاصيلها هيبان اكتر. تلاقيهم عاملين بقى 3/4 الشجر اللي موجود في المدينه بموضوع الليدات ده. شايفين المكان شكله بقى عامل ازاي، ولسه الدنيا ما ليلتش بشكل كامل. وحوالين كمان عواميد الاناره هنلاقيهم عاملين ديكور. يا شباب ده يا شباب دي عمارة عادية ناس ساكنة فيها عادي جدا ومحلات فاتحة تحت. بص اللي حاطط لك غراب تمثال ده، عليهم كيف التماثيل غريب يا راجل. عندهم موضوع التماثيل ده عالم تاني كده مختلف. استنى اقرب لكم منه اصوره لكم. بص حاطط الغراب ازاي فوق، ده اصلا احنا بنشوفه عندنا وهو عايش بنتشائم منه. قام الراجل ده جايب غراب تمثال وقام حاطه قدام الشباك عنده. انا كل ما اجي بقى اقف قدام مبنى من دول افضل اتفرج على الرسومات والنقوشات اللي عليه، افضل واقف قدامه اتفرج عليه بتاع مثلا ربع ساعه مش عايز امشي. ومهما الواحد لف ومهما الواحد شاف يكون حاجه بالنسبه لي ملفته وجميله جدا. بصوا يا شباب مدخل البيت ده مدخل بيت عادي خالص. وهنا البوكس اللي بيجي فيه البريد علشان الكريسماس، جايبين الشرايط دي ومعلقينها هنا على الانترانس على البوابه. وهنا محل عادي خالص برضو، بس هتلاقيه جوه وبره مهتم جدا بالتفاصيل. انا عايز اقول لك ان اول لما الكريسماس يخلص بكام يوم بتقوم الناس كلها فكه الحاجات دي شايلاها مجهزاها للسنه الجايه. تلاقيهم السنه الجايه قبل الكريسماس بكام يوم قاموا جايين مطلعين الديكورات دي تاني معلقينها وحاطينها ومنورينها. يخلص الكريسماس يقوموا شايلينها. وعندهم هنا كمان ثقافه مختلفه شويه، واللي هي اللي هو كل سنه كل واحد بيجيب ديكور للكريسماس كل سنه بيتطور. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المره دي مثلا انا نزلت جبت شجره، السنه الجايه هجيب شجره وشمعه، السنه اللي بعديها هجيب تمثال، بعد 3 4 سنين كده يبقى عندي مجموعه ديكور كريسماس عندي في البيت. بيحطوها في صندوق كده او في اي حاجه تتخزن فيها وبيحطوها في المخزن. يجي الكريسماس يقوم مطلع الكرتونه. كذلك بقى في الهالوين برضو ديكورات العفاريت والزومبي والكلام ده تلاقيهم عمالين يحوشوا فيها على مدار السنين. كل سنه يجيب له قطعه جديده ويزود قطعه على المجموعه اللي عنده. في خلال كام سنه بقى يبقى عنده كوليكشن كده في البيت. يجي الكريسماس او الهالوين تلاقيه مطلعه وعمال يزوق بيه كل حاجه عنده في البيت. وتلاقيه حاطط منه في البلكونه وحاطط منه في الجنينه وفي العربيه. بيعتبر كل حاجه بتبقى متناسقه مع الاحتفال والمناسبه. ودينا ماشيين ومكملين. وانا ماشي بقى يا شباب قابلني حاجه غريبه اول مره اشوفها، حاجه جديده. استنى افرجكم عليها. في المكان ده عباره عن ميز يعني متاهه. ناخد التجربه سوا. ايه رايكم لو نجرب الموضوع ده؟ تعالوا ناخد التجربه دي سوا. جوه عباره عن مرايات زي كده صعب تشوف فيها، وبعد كده تخش جوه بتحاول ان انت تخرج من جوه. تعالوا نشوف هنعرف نخرج ولا لا. Hij is termine beschlossen, da wird der Schuss. Was ist das? Handschuhe, dass du anziehen musst. Mit Karte bitte. Brauchst du den? brauch's nicht danke. وداني الجوانتي ده. Die wieder anziehen und dann. اوكي دانكي. اداني الجوانتي ده وقال لي البس وخش، فهلبس واخش. دينا بنلبس الجوانتي هو يا شباب. ديني جوانتي واسع وحالته بالبلة. مش عارف المفروض اعمل ايه اصلا. ناخد الكام معايا. ده شايفني من هناك محتاس عمال يضحك. فين يا عم؟ ده هنا؟ انا اصلا مش عارف اخش وتقول لي هخرج. الموضوع يا شباب اصعب مما انا ما تخيلت بكتير جدا. انا قلت انا فعلا هقدر اميز الموضوع بعيني، بس حرفيا انا عمال اخبط وخايف الكام تتكسر. تيجي تمشي كده ايدك تخبط برضه، تمشي كده ايدك تخبط. انا دي الساعة دلوقتي داخلة على 9 ولسه الناس موجودة في الشارع والأعداد كبيرة. هغير المكان اللي أنا فيه ده كده وأحاول أتمشى في الشوارع، ولا أنا هشوف هشاركه معاكم إن شاء الله. في نجمة معلقة معمولة كده في نص الشارع، عايز أخدكم وأفرجكم عليها. هي النجمة اللي متعلقة هناك دي يا شباب. هروح دلوقتي هناك وأصورها لكم من قريب.
فاكرين الشارع ده يا رجاله؟ الناس اللي متابعين الفيديوهات هيفتكروا الشارع ده وهيعرفوه. هسهلها عليكم، نيويورك اهو، النجم هي متعلق في نص المدينه كده، شكلها خرافي. كل الشجر بقى اللي موجود في المكان معمول عليه الليدات دي ومعمول بالشكل الجمالي ده. الجو دلوقتي تلج. حبيبي ده محل عطور عربيه فاتح هو رايح، اسمه ايه؟ الدمشقي. عايزين نبقى نيجي نجربه في مره يا شباب. احنا كنا هنا يا شباب عند الساقية اللي هناك دي. انا بعدت عن المكان ده يعتبر. هنا في مخبوزات. طيب يا شباب هنكتفي بالقدر ده من الفيديو النهارده، وهبقى انزل في يوم تاني ان شاء الله اصور لكم بقيه التفاصيل وبقيه النشاطات، علشان لسه في حاجات كتيره جدا ما شاركناهاش، وفي حاجات كتيره جدا انتوا ما شفتوهاش. انا حابب ان انتوا تشوفوها وتعرفوا كل حاجه عنها لكنكم موجودين هنا بالظبط. يعني حابب اعيشكم معايا الجو. طالعه انت في الفيديو بتاخدي قط ماشي.